ازيكم؟ تعمل ايه لو كلاينت عنده 8 وحدات سكنيه وعاوز يعرضهم على الكلاينتس بتوعه ويزود مبيعاته؟ في الفيديو ده هعرفك ازاي عملت 3 دي بلانز بسرعه ووفرت وقت للكلاينت عندي وطلعت الشغل باقصى دقه ممكنه. ولو انت ما تعرفش ايه هي 3 دي بلانز تعال اقول لك. دي عباره عن 3 دي لفيلتك او لشقتك. الهدف منها مش بيكون التصميم الداخلي على قد ما انك بتشوف الحوائط وعلاقتها ببعض وتقدر تتخيل شكل كل غرفه لوحدها بتوزيع الفرش الخاص بيها. وبعد تفاوض اتفقنا وبدانا شغل، وبعت لي كل العناصر اللي هيستخدمها في الوحدات زي الباب وزي وحدات التويلتس وغيره. أول مشكلة قابلتني مع عدد الوحدات الكتير وقلة الوقت هي إزاي أرسم البلان. فاشتغلت على الريفت مع إني أقدر أعمل ده على الماكس بكل سهولة، بس كانت الفتحات والأبواب عليه بتتعمل أسرع، بالإضافة إنه هيديني ميزة جبارة إن أشوف موديل المبنى كله مع بعضه مرة واحدة. خلصت الموديل وهنا رحت لحتتي المفضلة الماكس، وبدأت أفرش كل شقة لوحدها من تجميعات كنت مجهزها قبل كده، واهتميت بتوزيع الفرش ومسارات الحركة. بعد كده عملت بوكس بحيث يكون أكبر من أبعاد البلان. ومن الماتيريالز جهزت الكورونا سلايسر ماتيريال، ودي تاني مرة نتكلم عن كورونا سلايسر ماتيريال، لو عايز تعرف أكتر شوف البروفايل. وحطيتها على بوكس وجربت ريندر، وعشان ما اخليش أشعة الانفايرمنت تدخل جوه الحوائط حطيت كورونا ري سويتشر ماتيريال ووصلتها بالكورونا سلايسر. كده ظبطت. بعد كده عملت اكسكلود للعناصر اللي مش حابب انها تتقطع زي الابواب والشبابيك والستاير. وبعد كده ظبطت الاضاءات وعملت ريندر. بس كده، ما تنساش تعمل سيف للفيديو وتتابعني. سلام.